قبل ما ابدا عاوز اقول لكم وحشتوني جدا يا اساطير. رجعت لكم بالحلقه ال 42 من حكايه تشن، فلو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت روحوا شوفوها الاول عشان تفهموا باقي الاحداث، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. وشيويا تونج بيكون مصدوم وبيتوسل ليتشن علشان يعفو عن حياته، ولكن يتشن بيرفض وبيرفع سيفه علشان يخلص عليه، وبالفعل يتشن بيخلص عليه، وشيويا تونج بيقع على الارض جثه هامده. وبعدها يتشن بيقلبوا من كل الحاجه اللي معاه. وفي قصر مدينه دان في 3 طاويين بيجوا لدان شن وبيكونوا بيدوروا على تشين يي، وده اللي بيستغرب منه دان شن. وعندي يتشن بقى بيكون قاعد هو والتنين والدميه والنار الحقيقيه والرعد السماوي، وبيكون فرحان جدا. وده لما بيلاقي في شنطه شيويا تونج احجار روحيه وسوائل روحانيه وحبوب روحانيه وطاقه روحيه واعشاب روحيه فواكه روحيه ووصفات حبوب. وفجاه يتشن بيحس بحاجه وبيشوف في الغابه تصادم قوتين مع بعض، وبنشوف ان دول هما زيفو والشخص المتعطش الدماء. وبيظهر ان زيفو متضايق جدا منه، وده لانه فاكر ان يتشن مات. ويتشن بيفرح جدا اول ما بيشوفه وانه قدر اخيرا يخرج من صدع الفضاء. نرجع لزيفو اللي بيكون متضايق جدا وبيهجم على الطاول المتعطش للدماء، والطاول المتعطش للدماء بيحاول يهرب منه، ولكن زيفو بيهجم عليه بهجمات كتير جدا، والطاول المتعطش للدماء بيحاول يصد الهجمات دي بهجمات تانية. وزيفو بيقول له تعالى هات اخرك يلا. والقوتين بيتصادموا مع بعض، وبيظهر ان الاتنين متساويين في القوه، ولو استمروا على كده فهيموتوا مع بعض. ويتشن بيتفاجئ لما بيشوف كده، فبيقرر يتدخل وبيستدعي روح النار الحقيقيه وروح الرعد السماوي، وبيجهز رمح بالرعد السماوي وبيهجم بيه على الطاول المتعطش الدماء. وزيفو بيلاقي فرصه للهجوم تاني فبيستغلها وبيهجم عليه مره تانيه، ومن قوه هجوم زيفو بيطيره. وقتها يتشن بيجهز 3 رماح رعديه مغلفه بالنار الخالده وبيهجم بيها على الطاول المتعطش الدماء. وزيفو بيستعد علشان يواجه الضربه القاضيه، والطاول متعطش الدماء بيكون خايف جدا. وزيفو بالفعل بيهجم عليه بقوته، وبكده تم هزيمه الطاول متعطش الدماء. الطاوع على الارض مش قادر يتحرك، وزيفو مش بيكون عارف مين اللي ساعده. وعند الطاول متعطش الدماء بيبدا في تجميع الطاقه في ايده، وبيقول في نفسه هو متضايق جدا انه قبل ما يموت لازم ياخد معاه زيفو. واول ما زيفو بيديله ظهره بيستعد للغدر بيه والهجوم عليه، ولكن في اللحظه دي بيتم الهجوم على الطاول متعطش الدماء وبيتم القضاء عليه نهائيا. وده اللي بيفاجئ زيفو جدا، ولما بيبص بيلاقي ان ده هو يتشن، فبيفرح جدا اول ما بيشوف يتشن لسه عايش. ويتشن بيحكي له كل حاجه، وان شيويا تونج بيكون هو شبح الكيمياء اللي قضوا عليه قبل كده، وعلشان يتاكد انه مش هيرجع تاني للحياه قام بحرق جثته بالكامل. المهم يتشن وزيفو بيمشوا في المدينه، وبتبقى شهره يتشن في المدينه بقت اشهر من النار على العلم. فزيفو بيقول ليتشن ان اكيد ان الاختين المعلمه واختها ورئيس الطائفه يانج هيكونوا فرحانين جدا لما يكتشفوا الكلام ده. فيتشن بيقول له ان دان شن طلب منه انه يسيب الطائفه ويبقى سيد دان شن التاني، ولكنه رفض وموافقش. وده اللي بيفاجئ زيفو جدا، فبيقف وبيقول له انت قلت ايه؟ هو دان شن عاوزك تبقى سيد مدينه دان؟ ويتشن بيقول له ايوه ولكني رفضت. وزيفو بيقول له ايه ده انت فاشل ليه ما وافقتش؟ ويتشن بيقول له انا عارف اني غبي، ولكنه طلب مني اني اسيب طائفه هنجي، فما قدرتش استحمل ان امشي واسيب الطائفه ورايا، وكمان بصفتي سيد مدينه دان فمش هقدر اشارك في نزاعات بين القوى الكبرى في داتشو، ومش هقدر اعمل اي حاجه، وممكن تبدا حرب بين طائفه زينج يانج وطائفه هنجي، ووقتها مش هقدر اتدخل، وكل اللي هعمله ان اتفرج بس. والكلام ده اللي بيفاجئ زيفو جدا، وبيقول في نفسه سيد مدينه دان ده شرف عظيم جدا، لو كنت انا في الوقت ده فما كنتش هقدر اقاوم الاغراء وهوافق. بمقارنه يون مع يتشن، فيتشن المرشح انه يكون الابن المقدس لازم يكون الرئيس المستقبلي لطائفه هنجي هو يتشن، وده لانه يقدر يحمي الطائفه بحياته. المهم بعد كده بالليل يتشن وزيفو بيرجعوا لطائفه هنجي من تاني، ويتشن بيكون فرحان جدا برجوعه. وزيفو بيقول ليتشن روح لغابه الخزران بسرعه وانا هلاقيك هناك قريب. وبالفعل يتشن بيسيبه ويمشي. وبعد كده بشويه وقت بنشوف زيفو واقف مع المعلمه، والمعلمه بتقول له زي ما اعتقدنا انا وانت كان يون المضيف اكتر فظاعه من اللي كنا فاكرينه. فزيفو بيسالها عن اللي عمله، والمعلمه بتقول له ان قبل 3 ايام قام باغتصاب تلميذه من يولينج، وده اللي بيفاجئ زيفو جدا وبيقول لها عن العقوبه. ولكن المعلمه بتقول له ان السيد والباقيين خبوا المساله ديت وتم طرد التلميذه من الطائفه وراحت للفرع التاسع من طائفه هنجي. وبيظهر ان زيفو متضايق جدا من كلامها، والمعلمه بتكمل كلامها وبتقول اللي كنا خايفين منه حصل بسببه تم تقييد حقوق الاخ السيد لدرجه كبيره، ولكن السيد والباقيين بيعملوا اقصى حاجه عندهم علشان يحموا اي شيء يمس المضيف. والاغتصاب وتلميذه تم معاقبته بس بمواجهه الحائط ليوم واحد بس والتفكير في غلطه، وتم اطلاق سراحه في اليوم الثاني.
وزيفو بيقول لها انا هدور على السيد واناقش الموضوع معاه، ولكن المعلمه بتقول له ان ده من غير فايده، وان حتى الاخ الاكبر يانج ما قدرش يعمل اي حاجه، وبتقول له ما يقولش ليي تشن عن اي حاجه حصلت، لان التلميذه نانج وانج يو التلميذه الاولى ليولانج بيك راحت ليي تشن علشان تسوي الموضوع معاه، ولكنها كانت هتموت. وبعدها يون قام بالهجوم وضرب كل الورثه التسعه الحقيقيين لهنجي لغايه ما قربوا يموتوا، باستثناء يي تشن ولي وي اللي كان في عزله. يي تشن وكتير من صحابه مش هيكونوا افضل بكتير. وزيفو سامع كل الكلام ده ومتضايق جدا وهينفجر من كتر الغضب، والمعلمه بترجع وتقول له بلاش تقول ليي تشن عن ني فانج والباقيين، لانه لو عرف الكلام ده هيضايق جدا وهيروح يواجهه، وفي الحاله ديت هيتم اكتشاف يي تشن ويتم استهدافه من قوه تانيه. وزيفو بيقول لها لو سجنتيه لفتره فهل هتقدري تسجنيه مدى الحياه؟ والمعلمه بكل حزن بتقول له انا هقفل قمه الاشم كلها ومش هسمح له بالنزول للجبل. وزيفو بيقول لها عاجلا ام اجلا هيعرف، ولازم نتحد ونتخلص من يون في المستقبل بالمقارنه معاه. يي تشن التلميذ الشرير هو المرشح الاكثر ملائمه، والمعلمه بتقول له ده هو كل اللي نقدر نعمله في الوقت الحالي، وهيفضل السيد وباقي اللي معاه يختاروا المضيف اللي تم اختياره من الاسلاف، واكيد وقتها هيتم معاقبه يي تشن. ومستوى زراعه يون الحالي هو المستوى الثاني من عالم اليانج الحقيقي، ولكن قوته القتاليه ما بقتش اقل من المستوى الخامس في عالم اليانج الحقيقي، زي بالظبط جسد الروح الغامض، وتحديدا امكانياته هي اللي خلت السيد والباقيين يحموه. وهنا زيفو بتجيله فكره وبيقول للمعلمه انه لو اتنافس معاه على لقب قديس الكيمياء، والمعلمه مش بتكون فاهمه وبتقول له ان المفروض قديس الكيمياء هو تشين يي هوتيان. وزيفو بيقول لها ان تشين يي هو يي تشين، وده اللي بيفاجئ المعلمه جدا. وزيفو بيوضح لها ان علشان يي تشين يخفي هويته قام بتكوين اسم العيله بشكل عشوائي، ومين كان يظن ان في بالفعل زي العيله دي في دات شو. بعد كل الوقت ده يي تشين هو تشين يي هوتيان، وهو اروع تلميذ شفته في حياتي بلا استثناء. هو اكتسب روح التنين لاسلاف الكيمياء وتم تسميته بقديس الكيمياء، واللقب ده تجاوز بالفعل ملك الكيمياء في الماضي. والمعلمه بتقول تبين ان تشين يي هوتيان الحكيم في الاكسير هو تلميذي. وقبل ما تكمل كلامها زيفو بيكمل كلامه ويقول لها اللي مخليني احس بالارتياح اكتر مش لقب الخيميائي، علشان ما يسيبش هنجي في المستقبل ويقاتل جنب هنجي. رفض بشكل قاطع انه يكون سيد المدينه الثاني لمدينه دان، وفي رايه والمجد الاسمى لا يمكن مقارنته بالمنزل. والمعلمه تفتكر ذكرياتها مع يي تشن، وعند يي تشن بقى بيكون قاعد مع تلاميذه وبيقدم لهم الهدايا وبيكونوا فرحانين جدا بيه، وبيكون الثلاثه سعداء جدا. في الوقت ده المعلمه بتيجي وبتشوفهم ويي تشن بياخد باله منها، فبيقوم وبيقول لها هو انا وحشتك ولا ايه؟ وبيظهر ان المعلمه محرجه جدا منه، وبعدها بتقول له تشين يي هوتيان حكيم الاكسير، ما كنتش اعرف ان عندي تلميذ كان قوي جدا كده. ويي تشن بيعرف ان زيفو هو اللي قال لها، ويي تشن بيطلب منها اي مكافاه، فالمعلمه بتقول له هو الضرب وحشك ولا ايه؟ وبتاكله علقه محبه. وبعدها بتقول له يلا نتكلم بجد بقى، وبتقول له اعتبارا من النهارده مش مسموح لك تنزل من الجبل نهائي. ويي تشن مش بيكون فاهم السبب، ولكن المعلمه بتقول له من غير اي سبب، ولو عاوز تنزل من الجبل لازم تاخد الاذن مني. ويي تشن بيقول لها لامتى الجبل هيفضل مقفول؟ والمعلمه بتقول له لغايه ما لينج اير تخرج من عزلتها. ويي تشن بيسالها وبيقول لها امتى هتخرج من عزلتها؟ والمعلمه بتقول له ما اعرفش، وبعدها بتقول له انها هتساعده في شراء كل حاجه هو عاوزها، ولو عاوز تشرب فاشرب معاك. ويي تشن بيقول لها هو انا ليه حاسس ان تحت الاقامه الجبريه؟ والمعلمه بتسكت شويه وبتقول له ماشي يلا نرتاح شويه بقى. ولما بتمشي يي تشن بينده عليها، والمعلمه بتتوتر جدا وبتقول في نفسها ده مش كويس، هو لاحظ ولا ايه؟ ولكن يي تشن بيقول لها انا جبت لك هديه برضو، وبيطلع لها الفستان اللي اشتراه من مدينه دان. والمعلمه بتعجب بيه جدا وبتبقى فاكراه رخيص. ويي تشن بيقول لها ان ثمنه 500,000 يوان، وده اللي بيفاجئ ويصدم المعلمه. بس يي تشن بيقول لها مفيش حاجه غاليه عليكي، والمعلمه بتسكت ومش بتعرف ترد عليه. ويي تشن بيقول لها البسي الفستان. نسيبهم بقى ونروح للمضيف يون اللي بيكون عند بنت، وبيظهر انه اجبرها على حاجه وبيهددها ويقول لها انها لو ما سمعتش كلامه هيقوم باذيتها. والبنت بتعيط وبتكون منهاره. المهم المضيف يون بيندع على الخادم بتاعه وبيقول له يستدعي زوجة شيونج اير، واللي مش عارف مين هو شيونج اير بيكون ده هو صديق يي تشن الدب. وبعدها بيضحك وبيقول يي تشن بعد موت مرات اخوك في العشيره وريني ازاي تفضل مستخبي. وشكلها كده هتولع. وعند حكماء الطائفه رئيس الطائفه يانج ومعاه بنت وزيفو، ورئيس الطائفه يانج بيقول للحكماء ان المضيف يون خارج عن القانون، وبصرف النظر عن اي شيء تاني فاغتصابه التلميذه كفايه لاصدار عقوبه الاعدام. ولكن الحكيم ده بيقول له ان ده مش غلط يون، وان تلميذه يولانج بيك اعترفت بانها هي اللي لغت المضيف. وزيفو بيقول له انتوا كده بالطريقه ديت هتخلطوا بين الحق والباطل،
وهتنهار قلوب الناس. ولكن الحكيم بيتضايق من كلام زيفو جدا. وعندي يي تشن المعلمه بتكون لبست الفستان وبيكون شكلها جميل جدا فيه، ويي تشن بيعاكس فيها، والمعلمه بتكون محرجه جدا. ويي تشن بيقول حقيقي ده منظر جميل قوي، والمعلمه مش بترد عليه. وفجاه يي تشن بيفتكر حاجه وبيطلع دبوس اليشم واللي بيكون مصنوع من يشم العنقاء. والمعلمه بتقول له بعد رحله لمدينه دان اتعلمت الكثير عن قصص الحب. ويي تشن بيقول لها لازم تكوني زوجتي. والمعلمه بتقول له يا غبي مين اللي عاوز تكون زوجتك؟ ويي تشن بيقول لها لما بتقولي لي يا غبي بعرف انك تقصدي حاجه ولكن انت مش عاوزه تقوليها، بس انت فرحانه من قلبك. والمعلمه بتتحرج جدا وبتضحك وبتقول له منين عرفت الكلام ده؟ ويي تشن بيقول لها احساسي، وزي ما انت شايفه ففي صوت تاني ورا كلمه غبي وهو قلبك، وانا اتاثرت جدا بيه. والمعلمه بتتحرج جدا منه وبتقول له يا غبي. في مكان تاني بقى بنشوف جونان قاعد هو والشله وبيكون متضايق جدا، او بيكونوا كلهم متضايقين اصلا، وبيبقوا عارفين ان يون عمل كل ده علشان يجبر يي تشن ينزل من الجبل. ويرو اير بتقول لهم لحسن الحظ ان العم تشو شوان قفل قمه اليشم كلها ومش هيعرف يي تشن ده، والا وقتها لو عرف هيقتل يون. وجونان بيكون غضبان جدا وبيقول يون عمل الكثير من الاخطاء ولكن العجوز اللعين ده لسه بيحميه. وعندي بقى قصر الحكماء ورئيس الطائفه يانج بيقول للحكيم ان اللي تجاهل قواعد الطائفه واغتصب تلميذه ما يستحقش يكون الابن المقدس لهنجي، ده حتى ما يستحقش يكون رئيس هنجي. والحكيم بيقول لهم ان ده مضيف متوافق بنسبه 90% وهيحمي هنجي في المستقبل، ولو غلط غلطه صغيره كده فهل ده يستاهل كل الضجه دي ولا ايه؟ والبنت دي بتقول له انت بتستهتر بحياه البشر ولا ايه؟ يون من وقت ما خرج من عزلته ماتت واحده من تلاميذي والتانيين اتصابوا وتم نفيهم، وده كله بسببه. انت بتقول غير مذنب، في انهي واحده في دول بقى؟ هو انت اعمى ولا ايه يا سيدي؟ والشيوخ بيتضايقوا منها جدا، وده لانها مش بتحترم السيد. ويولينج بتستغرب جدا من كلامه وبتقول لهم ان حياه البشر مش مهمه بالنسبه لكم، فايه فايده الاحترام بقى؟ زي العجوز ده بيحمل غلطان وبيأذي نفسه. والحكيم بيتضايق جدا من كلامها، ورئيس الطائفه يانج بيقترح عليه انهم يشيلوا يون من منصب الابن المقدس ويي تشن هو اللي ياخد المنصب. والعجوز بيتضايق جدا وبيقول له يي تشن تاني؟ هو ايه اللي يقدر يعمله اصلا؟ ليه المفروض يكون هو الابن المقدس لهنجي؟ وزيفو بيتدخل وبيقول له ان يي تشن هو قديس الكيمياء وهو المشهور باسم تشن يي هوتيان، وان سيد مدينه دان اداله شخصيا لقب ليه، واتساءل لو كانت المكانه ديت بتؤهله علشان يكون الابن المقدس لهنجي. ورئيس الطائفه يانج بيقول لهم يا ريت تفكروا بدل مره مرتين، يي تشن مكانته ما تقلش عن يون. والحكماء التانيين لما بيعرفوا ان يي تشن هو قديس الكيمياء بيكونوا متفاجئين جدا، فمش مستحيل عليه يبقى الابن المقدس لهنجي. ولكن الحكيم ده بيضحك وبيقول انا مش هوافق ابدا، الابن المقدس لهنجي هيكون يون بس. وعندي يي تشن والمعلمه. يي تشن بيقول لها هو انت عاوزاني فعلا اكون تحت الاقامه الجبريه؟ والمعلمه بتقول له انا قلت لك لما تخرج لينج اير من عزلتها تقدر تنزل من الجبل. ويي تشن بيقول لها لو كنت اعرف كده كنت هفضل في مدينه دان شويه. والمعلمه بتسكت شويه وبعدها بتقول له لو عاوز تبقى سيد مدينه دان مفيش مشكله. ويي تشن بيقول لها انت مخبيه حاجه عني ولا ايه؟ والمعلمه بتتوه الموضوع وبتقول له يقوم بتعزيز طاقته ويعزز زراعته ويمارس مهاراته في الكيمياء. ويي تشن بيقول لها انا مش فاهم ليه اختك دايما في عزله. والمعلمه بتقول له انت مش قادر تستنى لفتره اطول ولا ايه؟ للدرجه دي مستعجل علشان تتجوزها؟ ويي تشن بيقول لها كفايه هزار. والمعلمه بتقول له مستوى روحها وزراعتها مش متوازنين بشكل خطير ولازم عليها تروح للعزله بين فتره للتانيه لقمع روحها المضطربه. ويي تشن بيقول في نفسه انا روحي مش مضطربه فليه بتحبسني هنا؟ والصبح يي تشن بيروح لمكان عزله لينج اير وبينده عليها وبيهزر معاها شويه وبيقول لها على الفستان اللي جابه لها واللي قيمته نص مليون. ولينج اير بتتاثر جدا وبتتحرج وبعدها بتقول له انت موزر صرفت نص مليون على قطعه ملابس. ويي تشن بيقول لها فداكي انا اقدر اكسب الاموال تاني، ولو ما قدرتش اكسب الاموال فهستلفها وخلاص. وبيفكرها بالليله بتاعتهم واللي مش فاكرها فدي فوائد الحلقات. ولينج اير بتفتكر وبتكون محرجه جدا فبتتضايق جدا على يي تشن وبتبقى عايزه تولع فيه. ويي تشن بيسيبها كده وبيقرر يمشي. ويي تشن وهو ماشي بيقول في نفسه ان اكيد المعلمه بتخفي حاجه عني وعلشان كده لازم انزل من الجبل. وتحت الجبل بقى عند مكان زوجة الدب بيكون مغمى عليها في السرير ويون بيكون موجود في المكان وبيقرب منها ونيته كلها شر. وفي الوقت ده بيتم الاطاحه بحراس يون وبيظهر ان ده هو الدب وجونان واصحابه، والدب بيكون متضايق جدا وقتها ولكن يون واقف ولا همه عكس الدب اللي حرفيا بيكون هينفجر من الغضب
الدب، والدب على طول بيهجم على يون، ولكن يون بيصد هجومه بكل سهوله، وني فانج بيهجم على يون بسيفه، ولكن يون بيمسك السيف بصباعه بس وبيطيره بعيد جدا، وجو نان بيلحق ني فانج، وجونج يو وجو نان بيهجموا على يون في نفس الوقت، ولكن يون بيضحك وبيقول لهم كل ده اي هبل، وبيدمر البيت ومحدش قادر عليه. وفي القاعه الرئيسيه لطائفه هنجي بنشوف شخص عند الحكماء وبيظهر انه متضايق جدا، والحكيم بيحاول يهديه وبيقول له ان ده ممكن يكون سوء تفاهم، ولكن الشخص ده بيقول له ان شيونج اير وتلاميذ هنجي شافوا اللي حصل بعينيهم، والحكيم بيقول له لين تشينج شيان بلاش تكون مغرور، ولين بيقول له انا مغرور تمام انا هوريك الغرور بجد، وبيهجم على يون علشان يقضي عليه، ولكن يون مش بيتاثر، وده لان بيتم حمايته. ورئيس الطائفه يانج بيقول للحكيم انت لسه عاوز تحميه، ويون بينزل وبيكلم لين وبيمثل عليهم انه غلبان جدا، وبيقول للين انه دخل الغرفه ولقى زوجة شينج اير، ومن غير ما يستوعب اللي بيحصل شيونج اير وباقي التلاميذ كسروا الباب وكانوا عاوزين يهجموا عليه، وعلشان كده ما ينفعش يقف ويتضرب بس، فكل اللي عمله انه دافع عن نفسه. وبعدها الحكيم بيقول ان في شخص مسؤول عن كده وهم بالفعل قبضوا عليه، وبيجيبوا التلميذ ده والدب بيمسكه وبيقول له قول لي واعترف بكل حاجه، والتلميذ ده بيقول ان مفيش حد حرضه على كده وانه عمل ده بنفسه وده علشان ينتقم من يون، والدب بيقول له انت كذاب. ورئيس الطائفه بيروح للتلميذ وبيقول له ان مجرد توريط تلميذ تاني في جريمه فعقوبه الجريمه دي الاعدام، والتلميذ بيصمم على قراره وبيقول ان محدش هدده وانه اخترق قواعد الاسره وعلشان كده هو عاوز يموت بس، ويون بيضحك وبيقول لهم انا قلت لكم مش انا المسؤول، وبيتم سحب التلميذ شياو يوان لمعاقبته قدام الكل، ويون بيشمت في التلميذ، وبيبقى الدب ورئيس الطائفه يانج متضايقين جدا من اللي حصل وهم عارفين كويس ان يون هو المسؤول عن اللي حصل، وبعدها بيمشوا من المكان، ويون هنا بيضحك وبيقول ان دي لسه البدايه وفي كتير كبش فدا. وعند المعلم يانج وباقي التلاميذ بيكونوا ماشيين متضايقين جدا، والمعلم يانج بيقول للمعلم الكبير انه يتاكد من شياو يوان لو تم اختطاف قرايبه ولا لا، والعجوز الكبير بيقول له تمام، والمعلم يانج بيقول انه مش هيسمح لطائفه هنجي يتم سحبها للهويه. وفي جناح وان هاون يتشن بيروح للتاجر، والتاجر اول ما بيشوفه بيتوتر جدا وبيقول له انت نزلت ليه من الجبل، ويتشن بيستغرب جدا من رد فعله، وعلى طول التاجر بيقفل الباب ورا يتشن بسرعه وده قبل ما اي حد يشوفه، والتاجر على طول بيمسك يتشن وبيقول له يلا بينا نمشي انا لازم ارجعك الجبل تاني. ولكن في الوقت ده بيجي شخص وبيطلب حبايتين علاجيه، ويتشن بيتفاجئ جدا ان ده صاحبه هو والدب اللي بيكون شكله متصاب جدا، وبيكون مستغرب وبيسال يتشن ليه نزل من الجبل، ويتشن بيقول له هو انا ما اقدرش انزل من الجبل ولا ايه، بس بياخد باله منه وبيقول له ايه اللي حصل لك يا ابني ده شكل تم الهجوم عليك بهجوم لا يرحم، وصاحبه بيقول له انه هو واصحابه المتدربين كانوا بيتدربوا مش اكتر، فيتشن بيطلع النار الحقيقيه وبيبدا في علاج صاحبه هورتان، ويتشن بيحاول يوقعه بالكلام علشان يفهم اللي بيحصل، ولكن هورتان بيعمل فيها من بنها ويتشن بيعالجه وبيمشي وهو بيقول له تمام لو مش عاوز تقول خلاص براحتك، ولكن هورتان بيمسكه وبيقول له ان اللي عمل كده هو يون، وعلى طول يتشن بيروح لمكان تاني وبيفتح الباب على طول وبيخش وبيشوفوا قدامه الدب وجو نان اللي بيكونوا متصابين جدا، واول ما بيشوفوا يتشن بيكونوا مستغربين ومصدومين جدا حرفيا. يتشن لما بيشوف ده قدامه بيكون مليان بالغضب والحقد، ولكن في الوقت ده بيجي التاجر والمعلمه وزيفو والرئيس يانج وده علشان يهدوا يتشن وما يعملش اي تصرف متهور، والمعلمه بتقرب منه وبتقول له ارجع معايا يا يتشن، ويتشن مش بيرد عليها وبيروح يعالج جو نان والدب، وبعدها بيقول للمعلمه بكل برود لما ارجع معاك المره دي هتحبسيني لغايه امتى المره الجايه، يوم واحد شهر واحد، والمعلمه مش بترد على يتشن، وزيفو بيقول ليتشن ان المعلمه بتعمل ده علشان مصلحتك، ويتشن بيتضايق اكتر وبيزعق لهم وبيقول لهم انتوا خايفين ان قتله لو عرفت ده ولا ايه، ولا خايفين من ان نضربه لغايه الموت، جاوبوني دلوقتي. والمعلمه بتقف قدام يتشن وبتعترض طريقه، ويتشن بكل برود بيقول لها هل هتقدري توقفيني اللحظه، ولكن هل تقدري توقفيني مدى الحياه، والمعلمه بكل حزن بتقول له ارجوك اتوسل ليك تعالى معايا، ولكن يتشن بينفجر من الغضب وبيقول بقى على صوت عنده سيبوني اعدي من الطريق. يتشن خلاص مش شايف قدامه، والمعلمه كمان لما بتشوف كده مش بتكون قادره توقفه، وفي النهايه بتستسلم، ويتشن بيعدي منها وبيشكرها وبيقول لها شكرا ليكي يا معلمتي. وفي اللحظه دي الدب بينده على يتشن وبيقول له انت عاوز تموت ولا ايه، الغبي ده عامل زي الوحش قوي جدا دلوقتي، ويتشن بكل برود بيقول لهم تعافوا بسلام واشربوا لغايه ما ارجع. الدب بيكون قلقان جدا على صاحبه يتشن بيسيبهم وبيروح لمكان تاني وبيطير في السما جوه الطائفه، وبقى على صوت بيقول يون ينتشنج المكان هو اختيارك، اليوم يا تموت انت يا موت انا. واعضاء الطائفه بيكونوا شايفين يتشن وسامعينه وبيعرفوا انه جاي علشان ينتقم لاصحابه، وعند رئيس الطائفه يانج وزيفو والمعلمه
بيكون في اتنين وراهم بيتكلموا وبيقولوا ان يون كان بيعمل كل ده علشان يجبر يتشن على النزول من الجبل، وبالفعل يتشن نزل. يا ترى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ والمعلمه بتكون واقفه وساكته وباينه عليها كل الحزن، وزيفو بيقول حصل اللي كنا خايفين منه، والرئيس يانج بيقول لهم ما تخلوش اي حاجه تحصل ليتشن. والمعلمه بتكون ساكته وبعدها بتقول يا ترى يا يتشن بتلومني دلوقتي ولا ايه؟ وعند الحكيم بيكون في القاعه الرئيسيه بيكون فرحان باللي هيحصل، وبيقول ان المعركه ديت هتثبت ان كلامه كان صح وان يون اقوى واحسن من يتشن. نرجع ليتشن ويون بيروح له وبيقول له انت هتفضل جبان طول حياتك، ويتشن بيبص له بكل جنون بيضحك وبيقول له اهلا انا فرحان اني شفتك دلوقتي. وبتظهر القوه الروحيه ليتشن، الكل حرفيا بيترعبوا منها ومش بيكونوا مصدقين ان ده هو يتشن. وبيظهر في مكان قريب منهم شخص ملثم بيراقبهم، والشخص ده عينه بتظهر وبتكون متنور، وبيقول لازم نبلغ الموضوع ده لسيد الطائفه في اسرع وقت ممكن. وعندي يون بيسقف ليتشن وبيقول له كويس جدا يتشن انا فرحان جدا، الموضوع بقى مثير للاهتمام دلوقتي. ويتشن بينرفزه وبيقول له انت عاوز تبقى زي الواحده ولا ايه؟ هثير اعجابك في وقت تاني. وعلى طول بيهجم على يون بقبضه بهوانج، قبضه ثمانيه الخراب. يون واقف في مكانه مش بيتحرك وبيضحك وبيصد هجوم يتشن بكل سهوله. ومش بس كده، لو كمان بيهجم عليه، بس يتشن بيصد الهجوم. وزيفو لما بيشوف كده بيقول ده قوي جدا. والحكيم اللي في صف يون بيقول المضيف اللي بيتميز بنسبه توافق 90%، مش سهله خالص. ويون بيهجم على يتشن وبيظهر ان يتشن اتأثر، وبيقوم وبيقول ان القوه الروحيه لتنين الاسلاف القديم مرعبه جدا، ولكن يتشن مش بيستسلم وبيهجم على يون بهجوم قوي جدا، والهجوم بيكون روح التنين. ويون للمره الثانيه بيصد الهجوم بكل سهوله وبيهجم هو كمان بروح التنين، واللي بتكون اقوى واضخم من تنين يتشن الذهبي. وبيتم الاطاحه بيتشن المره الثالثه، والمعلمه بتكون شايفه اللي بيحصل وبتكون قلقانه جدا على يتشن. ويتشن ويون بيدخلوا في قتال جسدي، وبيظهر ان الافضليه ليون، ويتشن بيغضب اكتر من الاول بكتير. ويون بيرزع يتشن ركله بتلزقه في الارض حرفيا. يتشن بيكون على الارض ومش قادر، ويون بيستعد للقضاء عليه، ولكن يتشن بيستدعي سيف الديناصور وبيهجم بهجمات سيوف كتير جدا على يون بهجوم الطياره الفضائيه بالسيف. وفجاه يتشن بيتصدم، وده لان يون بيصد كل الهجمات دي بسهوله وبيتم امتصاص كل السيوف. والتنين لونج بيظهر ليتشن وبيقول له ان دي مساحه مجهوله بيتم ازاله هجومك عن طريقها. وعندي يون بيقول ليتشن هو ده اخرك ولا ايه؟ ولكن بسرعه كبيره جدا يتشن بيهجم عليه وبيكون بينه وبين يون مسافه قليله جدا، ولكن يون بيتفادى الهجوم في اخر لحظه بكل سهوله. ويتشن بيكون مصدوم جدا ومش مصدق اللي بيحصل معاه، لاول مره بيتم معامله يتشن كطفل. يون بيرفع ايده بيستعد للقضاء على يتشن وبيضرب يتشن بسيف يد في رقبته. وعند طائفه زينج يانج بنعرف ان الشخص اللي شاف يتشن راح يبلغ رئيس الطائفه شينغيكون ان يتشن لسه عايش ومعافى واتم صحه. والشينغيكون بيكون مصدوم جدا وبيقول بعد تعرضه للاصابات الخطيره ديت وبعد ما اكل حبايه تاكل العظام اللي من العلامات الخمسه عن طريق الغلط هو لسه قادر على التدريب ازاي ده بالظبط. والجاسوس بيقول له ان الاخبار بتقول ان يتشن بيتقاتل في اللحظه دي مع مضيف هنجي. وتشينغيكون بيقول يتشن انا فعلا مهتم بامرك. وجي نينج شوانج بتكون مصدومه جدا وبتقول في نفسها هو كويس. نرجع ليتشن اللي بيكون لسه في القتال، والتنين لونج بيقول له انت دلوقتي عرفت مدى قوه روح تنين الاسلاف القديم. ويتشن مش بيرد عليه. وعند رئيس الطائفه يانج بيقول لو استمر القتال على النظام ده فيتشن هيموت عاجلا ام اجلا. وزيفو بيكون متوتر جدا وبيقول انا قللت من اهميه الحضور اللي كان متوافق بنسبه 90%. نرجع ليتشن اللي بيقع على الارض، ويون بيكون فرحان جدا وبيقول له انت دلوقتي شكلك شكل الكلب. والمعلمه بتكون بتعيط وخايفه جدا على يتشن وبتحاول توقف القتال. وبس كده يا اساطير، كده خلصنا الحلقه بتاعتنا. حرفيا انا مستني الحلقه الجايه في اسرع وقت علشان زيكم عاوز اعرف ايه اللي هيحصل في القتال وازاي يتشن هيقدر يقاتل الوحش اللي قدامه ده، وهل طائفه زينج يانج هتتدخل ولا ايه اللي هيحصل. استنوا الحلقه الجايه في اسرع وقت ممكن. وكان معكم تركي، اشوفكم الحلقه الجايه، ويلا يا قمر، سلام سلام سلام.